السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك اليوم مع شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة اليوم، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة اليوم، وذلك في إطار مواجهة الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقد انتهت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين بهزيمة فريق الزمالك من فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وهزم في مباراتين، ليكون الفارق 5 نقاط بينه وبين فريق الترجي الرياضي التونسي متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراتين وهزم في مباراتين، ليكون الفارق نقطتين بينه وبين فريق الزمالك. ويسعى فريق الزمالك بتحقيق الفوز في هذه المباراة ومواصلة الانتصارات، وذلك بعد فوزه على فريق الترجي الرياضي التونسي في الجولة السابقة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وسوف تنطلق هذه المباراة اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023 17/3/2023 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب 5 جويلية بالجزائر، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق رؤوف خليف. وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة اليوم. في حراسة المرمى محمد صبحي، وفي خط الدفاع أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف رؤى وسيف فاروق جعفر، وفي خط الهجوم مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.